سنة جديدة علينا ولازم لازم لازم خلاص ناس كتير جدا عمالة تفكر ان انت عايز تفتحي البيزنس بتاعك. اسئلة كمان بتجيلي كتير جدا في الكومنتس على انستجرام وتيك توك، هي ايه هي اكتر بيزنسز بتبيع كويس وهتبيع كمان كويس السنة دي. في الفيديو النهاردة هتكلم معاكي على افكار لبيزنسز تفتحيها هتبيع كويس جدا ان شاء الله السنة دي. قبل ما نبتدي، هاي، انا اسمي سارة القاهري وانا بساعدك ان انتي تبيعي من خلال المحتوى بتاعك، وبساعدك كمان انتي تكبري البيزنس بتاعك. انا موجودة في كل حتة، عندي انستجرام وعندي فيسبوك وعندي تيك توك وعندي كمان بودكاست تقدري انتي تلاقيها على كل منصات البودكاست. عندي كمان كورسات مجانية على الويب سايت بتاعي تقدري من خلاله ان انتي تتفرجي على الكورسات ديت وتتعلمي الاساسيات بتاعة البيزنس بتاعك. ان انتي تفتحي البيزنس بتاعك دي حاجة عظيمة جدا، بس هي مسؤولية كبيرة، فلازم تبقي واخده بالك ان انت لو هتفتحي البيزنس بتاعك تبقي عندك المايند سيت ان انت مش هتبقي عارفه كل حاجه من الاول. والحاجه التانية كمان ان انت هتحتاجي ان انت تعملي تغيرات في طريقه تفكيرك كتيره جدا، بس with that being said هتلاقي ان انت تبقي عاقله جدا كده وبتفكري كمان on the long term الموضوع بشكل كويس قوي. انا احلى قرار اخدته في حياتي الحمد لله هو ان انا فتحت شركتي. بيديكي فلكسبيليتي حلوه، تقدري ان انت تسافري في الوقت اللي انت عايزاه، تريحي في الوقت اللي انت عايزاه، الدنيا كده بتبقى بالنسبه لك احسن بكتير. حاجه مثلا كنت بفكر فيها ان مامي اتوفت في ديسمبر، الله يرحمها يا رب، ولما مامي توفت انا قدرت ان انا اخد اجازه. كنت بفكر في الشغل بس كنت عارفه ان انا اخد اجازه، ودي حاجه انا في العادي لو كنت بشتغل في اي شركه كان زماني اترفدت. بتبقى ليها بريفيليجز، والناحيه التانية ان برضو لما مامي توفت انا كنت بفكر في الشغل وحاسه بالذنب جدا ان انا مش قادره اشتغل، فهي طبعا ليها بريفيليجز وليها الناحيه الوحشه بتاعتها. طيب ايه هي الحاجات اللي بتخلي ان انت تفتحي اصلا البيزنس بتاعك سهله؟ اول حاجه ان انت يكون عندك السبورت الصح، والسبورت هنا مش معناه فلوس او ان انت تكون عيلتك بتشجعك وعماله تقولك يلا جو جو جو. السبورت هنا معناه ان انت تكوني عندك الكوتشز الصح، الناس اللي عندها الخبره الصح اللي اكبر منك، اللي يقولولك ايه هي الحاجات اللي انت تقدري انت تعمليها بشكل صح. فدي كده اول حاجه. الحاجة التانية ان انت بتبقي عايزة ان انت you learn as you go، يعني ان انت بتتعلمي، عندك المايند سيت، طريقة تفكيرك ان انت متفتحة و open minded، ان انت لما تعملي حاجة غلط تبقي فاهمة ان انت عملتيها غلط. لما تعملي حاجة وما تشتغلش دوت مش معناه ان هي غلط، دوت معناه ان انت محتاجة ان انت تغيري فيها حاجة عشان تبقى صح، وهكذا. تالت حاجة تعتبر هي المفتاح ان البيزنس بتاعك يشتغل كويس، ان انت تعملي investment في البيزنس صح. غلطة بشوفها كتير قوي 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 بالذات مع بيزنس اونرز في الاول، ان انت بتبقي مش عايزة تصرفي على البيزنس كتير عشان انت خايفة ان هو ما ينجحش، فمش عايزة انت تصرفي عليه كتير عشان لو الموضوع فشل خلاص انت كده خلاص، ودوت انديكيتور ان انت البيزنس بتاعك مش هينجح. انت لازم ان انت تكبري البيبي بتاعك اللي هو البيزنس بتاعك وتشتغلي عليه كويس عشان تقدري ان انت تشوفي ان هو يتمر قدام. بس ان انت عايزة ان هو يصرف على نفسه من الاول دوت مش هيحصل، وتتاكدي في الاول ان هو هيجيب لك فلوس قبل ما تصرفي عليه دوت مش هيحصل، عشان هي سايكل كامله. لازم نعمل انفستمنت صح، ولما الانفستمنت دي تتعمل الفلوس هترجع لنا ومش قبل اول سنه على الاقل. فانت لازم تبقي واخده بالك ان انت البيزنس بتاعك علشان ينجح الموضوع بياخد وقت، وان انت لازم 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 فيش بيزنس بينجح من غير انفستمنت، فيش بيزنس بينجح من غير ما تصرفي عليه وتصرفي عليه كويس قوي. واكتر حاجه انت عايزه تصرفي عليها هي ان انت تتعلمي وان انت تجيبي كوتشز يعلموكي. الخبره دي هي اغلى 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 حاجه، وحتى ولو ما نفعتش في المشروع ده هتنفع في المشروع اللي بعده. تعالي بقى نتكلم في الحاجات اللي انت محتاجه تعمليها قبل ما تبتدي اصلا في الاول. انا عامله يوتيوب فيديو هسيبهولك فوق هنا في الاي، او فوق هنا في واحده من الناحيتين، تقدري تتفرجي عليه. الفيديو بيتكلم على اصلا ازاي تفتحي البيزنس بتاعك، فاتفرجي عليه. دوت انا بتكلم فيه بتفاصيل اكتر، ازاي تفتحي البيزنس بتاعك، ايه الحاجات اللي تبصي عليها وهكذا. بس قبل ما تبتدي ان انت اصلا تفتحي اي فكره من الافكار اللي انا هقولها لك في الفيديو النهارده، لازم تبصي على البادجت بتاعتك، عشان البادجت هي انديكيتور كبير قوي تقدري تصرفي قد ايه على البيزنس. وانا سؤال بيجي لي كتير قوي هو انا المفروض ادفع كام على البيزنس بتاعي، ودوت ملوش اجابه موحده. مفيش حاجه اسمها ان انا البادجت بتاعتي لازم تبقى $100 $2000 $5000، مفيش حاجه اسمها كده، كل بيزنس مختلف. اسالي نفسك انت معاكي مبلغ قد ايه تقدري ان انت تدفعيه على البيزنس بتاعك، والبادجت ديت ما ينفعش تبقى ثابته، هتتغير من شهر للتاني، فيفضل ويستحسن انت يكون عندك دخل تاني ان انت تجيبيه عشان تصرفي على البيزنس بتاعك. واجان انت مش عايزه ان انت تبقى معاكي مبلغ كبير وتروحي اوبا صرفاه كله مره واحده وخلاص، ودي غلطه انا عكشي بشوفها كتير جدا جدا جدا، فخدي بالك منها. انا معلش هتلاقي في حواليا اصوات كتيره، انا عيلتي عندي بتزورني ففي كل الاصوات اللي في الدنيا، فسوري ولا كأنك سامعه حاجه. ورقه وقلم بقى كده معايا وتعالي اديكي الافكار بتاعت الحاجات اللي هتبيع لك حلو ان شاء الله في 2024. اول حاجه لما نيجي نبص على انا ليه
بيزنس هيبيع حلو في فترة معينة، بتبصي على الحياة بتاعت الناس في الفترة دي بتختلف ازاي وبيحصل لها ايه. فمثلا احنا دلوقتي من بعد الحرب بتاعت اوكرانيا الاسعار غليت جدا، الناس بقت اضطرت ان هي تشتغل اكتر، الكواليتي بتاعت الحياه اللي الناس عايشاها قلت كتير جدا، ودوت في العالم كله مش في بلد واحده. انا عارفه الكلام ده، عارفه ان في ازمات اقتصاديه تقريبا العالم كله، في تضخم كبير قوي، فانت هتحتاجي تعملي تغيرات علشان لما تيجي هتبيعي اي حاجه تبقي فاهمه ان حياه الكاستمر بتاعك مختلفه ومحتاجه تتخلق عندهم رغبات ونيدز مختلفه. فاحنا بنبص على حاجتين، اول حاجه ايه هي التغيرات اللي حصلت في حياه الكاستمر بتاعي، تاني حاجه ايه هي الاحتياجات اللي الكاستمر بتاعي محتاجها في الفتره دي. ودوت هيودينا ليه ان اول حاجه هتبقى بتعمل كويس هي الكيترينج، الاكل. ومش الاكل انت تفتحي مطعم، الاكل ان انا عندي عميله بتشتغل كتير جدا وعندها اطفال ومتجوزه وما عندهاش وقت تطبخ، فهيكون convenient بالنسبه لها ان انا اجيب لها الاكل عندها في البيت ويبقى اكل بيتي كويس وصحي ونظيف. وده باي ذا واي مش حاجه صغيره، انا عندي كلاينتس عاملين مطبخ واللهم بارك بيبيعوا حلو جدا جدا جدا، عشان هي دي الفئه المستهدفه اللي احنا بنكلمها. فالموضوع convenient طالما الموضوع سعره مناسب، عندك عملاء كتير بيشتروا منك، هتلاقي انت الدنيا ماشيه معاكي حلو. تاني حاجه هي خدمات التنظيف. مش لازم تكوني بتعملي مثلا ان انت تروحي بتنظفي بنفسك، بس في بنات كتيرة جدا هتلاقي ان انت عندك نتوركس. انا مثلا عندي حد بيساعدني في البيت، فانا عارفة ان انا ممكن الشخص دوت اتفق معاها ان هي تاخد مرتب ثابت في الشهر عالي اعلى من العادي، وان انا في اليوم اروح معاها 3-4 اماكن نعمل خدمات تنظيف تحت اشرافك. فانت هنا اللي انت بتعمليه اجان الكونفينينس، انه هي في الشغل، العميلة بتاعتك في الشغل مش في البيت، تقدر ان هي تجيب حد وثقة يبقى هو بيدير الحاجات بتاعة البيت بتاعتها. تقدري انت تعملي باكج مثلا بتاعة التنظيف اللي هو على الوش مثلا، ودي تبقى كل يوم، او باكجز التنظيف التقيل and so on. والفكرة ديت عامة ماشية حلو جدا 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 في الامارات. تالت حاجة مش موجودة قوي في الريجن بتاعتنا، ومش موجودة عشان هي صعبة ان انت تخشيها شوية، ان انت تصنعيها، هي الفون كيسز. بس الحقيقة ان الناس بتكون متخيلة ان هي صعبة، بس هي مش صعبة، بس مفيش صفحات كفاية في السوق بتبيع كفرات للموبايلات. رابع حاجة هي الاكسسوارات. كل ما الناس هتبقى بتخرج من بيتها اكتر، تروح اماكن اكتر، كل ما هي مش عايزة ان هي تشتري حاجات كتيرة وفي نفس الوقت عايزة تغير من شكلها. فانت لو عملتي اكسسوارز براند فيرساتايل، نفس البيس وبتغيري فيها حاجات مختلفة فتبقى شكلها مختلف، دي هتبيع لك كده. حاجات برضو اللي بتعمل حلو قوي وبتقول لنا الارقام ان هي بتعمل حلو قوي هي الزيوت هتبقى ترندنج قوي السنه دي، انت عايزه ان انت تركزي عليها. الحاجه اللي ترندنج قوي برضو مفيش منها كتير هي الماتشا، بالذات في السعوديه. الماتشا عليها ديماند حلو قوي، كلاينتس عندي اللي بيبيعوا الماتشا مكسرين الدنيا ومش ناس كتيره بتبيعهم. فالماتشا عامله حلوه قوي، فتقدري كمان انت تبيعيها، ومش صعب كمان انت تشتريها بكميات حلوه وتبيعيها حلو. حاجه كمان مش معروفة قوي بس لطيفة قوي، زرع البلاستيك. ناس كتيرة قوي عايزة ان هي تبقى بيتها شكله حلو قوي ويبقى شكله شيك قوي، بس ما عندهاش وقت ان هي تاخد بالها من زرع. فانتي لما تبيعي زرع البلاستيك هي بتقضي الغرض ان انا بيتي حلو وشكله حلو في نفس الوقت هي مش بتحتاج المسؤولية ان هي تبقى واخدة بالها من الزرع ده. عايزه افكرك ان انا عامله حاجه كده في الخباثه، وانا مش بفكرك، انا بقولك عشان انا ما قلتهاش لحد تاني، يعني ان احنا عاملين ايميل ليست. الايميل ليست ديت انت بتشتركي فيها وبيجيلك ايميلز باوفرز مش بنزلها في اي حته تانية. اوفرز زي مثلا ديسكاونت على كورسات، اوفرز زي مثلا فري حاجات. بنزل كمان يوتيوب فيديوز مش بتبان لحد على الصفحه الا من الناس اللي عندي على الايميلز، فدي كمان هبتدي خلاص ان انا هعملها بدايه من الاسبوع دوت ان شاء الله. فانتي عشان تشتركي في الايميل ليست ديت انزلي تحت في اللينك اللي تحت واشتركي، وهيبتدي ان هو يجيلك ايميلات. فده كده حاجه خلبوصه جدا. حاجه عايزاكي تركزي عليها لما تيجي تعملي البراند بتاعتك، ان انتي البراند بتاعتك لازم تكون الحاجه فيها حاجه اسمها هاي بارير. هديكي اكزامبل، مثلا ناس كتيره جدا عندها بيزنس بيبيعوا شمع، كاندلز. الكاندلز عندها عيب ان انتي سهله قوي ان انتي تخشي السوق بتاع الكاندلز، مفيش بارير صعب، فانتي عندك كومبيتيتورز قد كده اهو. فلما بتيجي تسوقي نوع الاستراتيجيه اللي بتحتاجي تعمليها بتاخد منك وقت اكتر عشان تبتدي انتي تخشي في السوق، تصرفي اكتر في التسويق. بعكس مثلا لو دخلتي حاجه زي مثلا جرابات التليفونات، البارير بتاعها صعب عشان تصنيعها مش سهل زي الكاندلز، فتلاقي ان انتي الكومبيتيشن عندك اقل. فعلى طول لما تيجي تختاري ان انتي هتفتحي مشروع، اسالي نفسك هل البارير بتاع دخول المشروع دوت صعب ولا سهل. طبعا عيبها ان هي تبقى كمان صعبه عليكي الا لو انتي عندك كونكشنز،
بس دوت بيبقى حاجه اكشلي مش وحشه ليكي كبزنس اونر لما تيجي تفكري في حاجه زي كده، علشان تقدري ان انت تعمليها بشكل حلو. ما تنسيش ان انت تشتركي تحت في الايميل ليست، عشان بجد في مفاجآت جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. استني، الاسبوع الجاي هتيجي مفاجآت حلوه جدا. و I will see you ان شاء الله في الفيديو القادم. انا ابتديت اصور خلاص في السنه الجديده، فدي حاجه بالنسبه لي غريبه جدا، فيلا بينا، يلا I will see you ان شاء الله soon.